لماذا وقع داروين بفهمه الخاطئ في نظرية التطور؟ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. ولماذا يتشابه الإنسان مع الحيوانات والطيور؟ وهل فعلا نتكون نحن البشر من مخلوقات أخرى؟ في هذه الحلقة سنعرف إجابات واضحة لهذه الأسئلة، وكيف كشف العلم السر الخفي وراء الحكمة الإلهية، ويؤكد دقة اللفظ في القرآن الكريم وصحيح السنة. زي ما قلنا في حلقات الموسم كله، ربنا خلق آدم من حمض نووي معقد. قبل تعقد الحمض النووي ده كان ربنا خلق هو نفسه جميع المخلوقات. عشان الحمض النووي ده يوصل لدرجة التعقيد الكافية لتكوين الإنسان كان لازم يتخلق آدم من الطين اللازب. الطين اللازب والآسن يعني العفن والمسن، يعني قديم، وده عشان يتداخل فيه الجينات وتتكامل من فيروسات وفطريات وبكتيريا وتحلل من حيوانات وطيور. التعفن أصلا مهم جدا لكي يصبح تكوين الحمض النووي أكثر تعقيدا، وطبعا ده هيحتاج وقت طويل جدا، عشان كده فهو قديم وعفن يعني مسن، لأن العفونة كمان بتحتاج لوقت. ثم خلق الله الإنسان من هذا الطين الذي يحتوي على أحماض نووية تداخلت مع بعضها البعض في الحمض النووي. ده فيه من جينات الفيروسات والفطريات والبكتيريا والنباتات والحيوانات والطيور وحتى البشر اللي كانوا قبل سيدنا آدم. عشان كده في دايما نسبة من التشابه بين الخلق في الحمض النووي. ليه في تشابه ما بين الإنسان والحيوانات والطيور؟ في نسبة من الحمض النووي بتكون ما بين الإنسان والحيوانات والطيور. النسبة دي بتختلف من حيوان لآخر ومن طير لآخر على حسب نسبة الحمض النووي المشترك ما بين آدم والإنسان بشكل عام وما بين الحيوانات والطيور. وعشان نفهم المعنى ده هنشوف الفيديو أو المثال البسيط ده. دي الأجنة، مجموعة أجنة، 5 أجنة، ودي البداية بتاعت الجنين ونهايته بتبتدي من هنا وبينتهي كده. ده جنين القرش، ده جنين السحلية، ده جنين الفرخة، وده جنين الخنزير، وده جنين الإنسان. وزي ما احنا شايفين في تشابه كبير جدا جدا ما بين الأجنة إلى مرحلة المعينة اللي هي بعد تميز الخلايا، اللي هي بعد ما تكون الخلايا 8 خلايا وتبتدي ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. احنا عارفين ان أصابع بعض الحيوانات والطيور بيكون في جلد ما بينها بيخلي الأصابع ملتصقة ببعض. ده بسبب ان الجين اللي ما بين الإنسان والطيور والحيوانات بيكون جين مشترك. الجين ده بعد كده بيتوقف عمله عن طريق 2 ميكانيزم، أي واحد فيهم بيوقف عمل الجين، وبالتالي بتبتدي الجلد اللي ما بين الصوابع ده بيختفي بعد 8 أسابيع. تعال نشوف على الصورة هنا. ده هنا الويبس أو اللي هي الالتصاق ما بين الصوابع هنا أهي. دي هنا دي الويبس اللي بين الصوابع وهي ملتصقة. بعد كده تبتدي الجينات اللي بتحمل الصفة دي تبتدي تتوقف ويبتدي تختفي الويبس زي ما احنا شايفين، وتظهر الفرق اللي ما بين الصوابع. دي الويبس، وده فيديو بيبين التطور اللي بتختفي فيه الويبس او الجلد اللي ما بين الصوابع الى ان تكون صوابع طبيعية تماما بشرية. دي الويبس اهي، الجلد اللي هو ما بين الصوابع وهو بيختفي. احنا عرفنا ازاي ان في جينات مشتركة ما بين الإنسان والطيور والحيوانات، لكن ربنا خلق الإنسان بشكل متميز، وعشان كده شغل الجين المشترك ده بيتوقف عن طريق مفاتيح الجينات أو الإبيجيناتكس.
وعشان كده الجين ده لو ما توقفش تفضل صوابع الجنين ملتصقة وبيتولد بصوابع ملتصقة، وبنضطر ان احنا نفك الالتصاق ده ما بين الصوابع بعملية جراحية. عشان كده ظن داروين بشكل خاطئ ان الانسان مجرد تطور للي قبله، وده خطأ كبير جدا. احنا مثلا مش تطور من الحديد والاحجار والنجوم، بسبب ان احنا جميعا خلقنا من بوزونات اللي كونت كل المعادن. الفيروسات بتختلف عن البكتيريا رغم تشابه الخلق بينهم، والزجاج يختلف عن الرمل مع انه من السيليكا. لذلك افلح المؤمنون الذين يتبعون كلام الله، لا يسقطوا في ضلال الكلام الملحدين، فنظرياتهم المخالفة لكلام الله عندما تسقط وتفشل سيكون أتباعهم قد ضاعت حياتهم سدى، وضلوا وماتوا على الكفر والضلال، وأصبحوا من أصحاب النار. وقل رب زدني علما. كده خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون المعلومة وصلت بسهولة وإفادة، عشان نستكمل سويا في الحلقات اللي جاية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وصحيح السنة. هكون سعيد بتلقي آرائكم واقتراحاتكم وأسئلتكم في تعليقات تحت الفيديو أو في رسائل على صفحة البرنامج، وإن شاء الله أقدر أرد عليها كلها في الحلقات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.